بص يا اخويا، انا عايزك تركز في الفيديو ده عشان النهارده جايب لك طريقه محدش هيقولك عليها خالص. وهو اقوى بديل لاب كلونر لكل موبايلات الشاومي، الاوبو والريدمي. الموبايلين دمت اي موبايل شاومي هخليك تشغل عليه بيس منسوخه، تنسخ بيس من غير اب كلونر. طبعا عشان اب كلونر في الشاومي ليه حمايه عاليه قوي، فساعات اب كلونر عند ناس كتيره ما يشتغلش. فالفيديو ده انا جايب لك فيديو حصري محدش هيقولك عليها خالص، ازاي تشغل بيس المنسوخه من غير اب كلونر خالص. عايز بس اقدر التعب، وحط لايك واشتراك في القناه وانت جديد معانا، وحط لايك ضروري عشان في ناس كتير بيتفرجوا على الفيديو ما بيحطوش لايك. بص بقى يا اخويا، عايزك تركز قوي عشان الكلام اللي جاي مهم. اول حاجه احنا هنحتاج 3 تطبيقات او ممكن يبقوا تطبيقين بالنسبه لك لو انت عندك الميزه ديت. خش على اعدادات ودور على حاجه اسمها في السيرش التطبيقات المزدوجه. لو انت انجليزي ابحث عن حاجه اسمها الدول اب، وهيفتح لك الميزه ديت بالشكل ده قدامك. هتروح في السيرش هتكتب لعبه اي فوتبول، هيظهر لك كده قدامك اهيت وتعمل لها تيرن اون. هتمسح اللعبه وزي ما انت شايف كده يطلع بره في الواجهه الرئيسيه اللعبه اتنسخت معانا. اللعبه مش هتشتغل معاك بالطريقه ديت كده، مش هتشتغل عشان محتاجه لسه ملفات. لو الميزه دي عندك في الموبايل في اعداد تلقائي، قدم الفيديو على الدقيقه اللي هتظهر قدامك على الشاشه دلوقتي. لو الميزه دي مش عندك كمل معايا الفيديو. في موبايلات معينه مبقاش فيها الميزه ديت، زي الموبايل معاك دلوقتي ما فيهوش الميزه ديت في الاعدادات. فانا جايب لك حل للمشكله ديت. كل اللي عليك تحمل التطبيق ده، سيب لك الرابط بتاعه تحت في الوصف. كل الروابط انا هستخدمها، كل التطبيقات هسيبها لك في الوصف. هتبحث في التطبيق ده عن حاجه اسمها الدول اب، هتخش على اخر خيار اول ما يظهر لك الدول اب. طول ما انت شاومي الميزه هتظهر لك. التطبيق ده ينفع تحمله لكل الموبايلات، بس الدول اب مش هيظهر لك بس غير في شاومي. يبقى انت شايف برضك عملت كل الخطوات زي ما حصل في الاول، وعملت ترن اون للعبه، وزي ما انت شايف اللعبه اتنسخت عندي برضك بالتطبيق. فدي اول مشكله انا حلتها لك. لو هي الميزه دي مش عندك فانت كده كده هتستخدم الميزه ديت. نجرب بقى نفتح اللعبه. انت شايف اللعبه اتفتح كده بالشكل ده، واللعبه هتفتح معاك وهتقول لك ان مفيش فيها ملفات. الحل بقى الجاي بتاع الملفات ده هيبقى معقد شويه. ليه؟ عشان الدول اب مش زي اي ملف. كل اللي عليك تحمل التطبيق ده، اسيب لك الرابط بتاعه تحت في الوصف. كل الروابط اللي انا هستخدمها هتلاقيها تحت في الوصف. دي واجهه التطبيق، وركز بقى معايا في اللي جاي. هتروح على اول حاجه دي تعمل شانج، تختار الخيار التاني، وهتاخد من اول المسطره او من اول الشرطه اليمين ديت. ما تاخدش الصفر معاك، هتاخد من اول شرطه اليمين، والشرطه الشمال مش هتاخدها، ومش هتاخد الصفر معاك. الناس اللي قدامك كده بالفيديو بالظبط. وهتروح على بوك ماركس او اضافه علامه، هتلاقي عندك بالعربي اضافه علامه لو انت عندك تفهم بالعربي، وهتعمل اد بوك مارك. هتلاقي حاجه عندك اسمها روت، سيبك منها، وهتروح على بوك مارك لوكيشن، وهتعمل بيست للكلمه ديت اللي احنا نسخناها، وهتكتب 3 ساعات 3 ساعات في الاخر، وهتعمل اد بوك مارك. اول ما تضاف معاك هتضغط عليها كده ضغطه مطوله، هتختار الاولى اللي هي شانج، وهتروح على اختار شو ان هوم فولدر، وهتعمل سيف شانجز. تمام كده. كده اما تخرج بره هتلاقي خيار روت ظهر معاك جوه. ما انت شايف دي كل الملفات بتاع الدول اب. بص كده باجي اخش على الاو بي بي عشان الاقي الملفات، بيقول لي مش هينفع افتح الملف ده. ازاي افتح الملف ده بقى؟ تعال اقول لك. الموضوع سهل وبسيط، بس عايزك بس تركز معايا. هتحمل تطبيق زد ارشيفر، هتلاقيه تحت في الوصف الرابط بتاعه. كل استخدمت حاليا 3 تطبيقات هتلاقيهم تحت في الوصف. هتروح على حاجه اسمها روت، دور على ملف فيه اسم روت. ما انت شايف هتلاقي فيه جوه كده ملف اللعبه بس تلاقيه فارغ. كل اللي عليك بقى هتروح على اندرويد بعدين او بي بي، وهتنزل تروح على ملف اللعبه الاصلي، وهتاخد الملفين دمت. تعمل نسخ للملفين. ركز معايا، تعمل نسخ مش لصق، عشان لو عملت لصق الملفات بتاع اللعبه الاصليه هتروح على الملف وهتعمل لصق. ما انت شايف كده الملفات هتنسخ معاك هنا، وكل حاجه تمام، مش هتواجه اي مشكله معاك. اول ما خلاص تسخ الملفات كده مبروك عليك، انت كده خلاص نسخت اللعبه وكل حاجه. انت شايف بخش على اللعبه لا تفتح معايا ايه وكل حاجه تمام كده. انت نسخت اللعبه من غير اي مشاكل، اللعبه تفتح معاك، ما ظهرلكش انك محتاج ملفات ولا اي حاجه. عايزك بس تحط لايك للفيديو، اشترك في القناه لو انت جديد. لو عندك موبايل سامسونج وعايز تنسخ عليه اللعبه، فسايب لك الرابط بتاعه تحت في الوصف. نشر فيديو قبل كده عن نسخ موبايل سامسونج ويد اب كرونر، وقول لي موبايل تاني عندك لو عايز تنسخ بيه اللعبه، وانا ان شاء الله احاول انشر عنه فيديو. وبس كده، اشوفكم فيديو جاب صحه وسلامه. سلام.